بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي. فضلا منكم وليس أمرا تفعيل الجرس والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. نبدأ في فيديو نهار اليوم على بركة الله. إذا تبحث الكثير من النساء الجزائريات عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، حيث تعتبر منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر من البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة التي تقضي معظم وقتها في البيت وتعمل على تربية الأطفال والمحافظة على الأسرة. وتمنح هذه المنحة للمرأة المؤهلة مبلغا ماليا شهريا يساعدها في تحسين ظروفها المعيشية وتعلم مهارات جديدة أو تحسين المهارات الموجودة لديها بالفعل من أجل تحسين أوضاعها. سنتعرف على رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وما هي خطوات التسجيل وشروط القبول. إذن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت. من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر يجب على المرأة الدخول إلى منصة الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الرابط الرسمي، وهو يوفر للمرأة إمكانية تقديم على المنحة عبر الإنترنت ومتابعة حالة طلبها والحصول على المعلومات اللازمة عن المنحة والمستندات المطلوبة. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت. إذن بعد الدخول إلى الرابط المذكور أعلاها تتبع المرأة الخطوات التالية من أجل التقديم على المنحة والحصول عليها. أولا، النقر على أيقونة منحة البطالة. يجب التسجيل من الولاية التي تقيم فيها وليست أي ولاية أخرى لتجنب إلغاء المنحة تماما. إدخال بياناتها الكاملة وبيانات الأسرة مع إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على حفظ لإتمام عملية التسجيل وإرسال الطلب. شروط القبول في منحة المرأة الماكثة بالبيت. للتقديم على هذه المنحة يجب أن تتوفر في المتقدمة الشروط الآتية. يجب أن تكون جزائرية الجنسية وتقيم بصفة دائمة في الجزائر. يجب أن يتراوح أعمار المتقدمات للمنحة بين 18 و50 عام. يجب ألا تعمل ولا تتقاضى أي دخل آخر. يجب أن تكون حاصلة على شهادة جامعية على الأقل. ألا يكون لدى الزوج دخل شهري ثابت، حيث يعتبر وجود دخل ثابت للزوج عائقا لاستحقاق المرأة للمنحة. أن تكون مستفيدة من منحة البطالة. أن يكون لديها أولاد. أن يكون لديها أطفال، حيث يمكن أن يكون ذلك أحد المعايير التي تعزز فرص قبولها للحصول على المنحة. الأوراق المطلوبة لمنحة المرأة الماكثة في البيت 2024 حسب الموضح من قبل وكالة التشغيل العامة في الجزائر، فإنه يجب تقديم عدد من الأوراق بحيث يتم التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وتأتي كما يلي: شهادة للجنسية والإقامة، صورة شمسية للمتقدمة، نسخة من بطاقة هوية السيدة الوطنية المتقدمة، صورة للشهادة الجامعية، شهادة عائلية خاصة بالأسرة والزوج، شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج،
شهادة عدم العمل والتعهد بالالتزام بشروط منحة المرأة الماكثة، نسخة تدوين مهني، صك بريدي. هل الموظفة تحصل على منحة المرأة الماكثة؟ إذا تتساءل السيدات الموظفات في الجزائر عن تفاصيل المنحة للمرأة الماكثة في المنزل، وهل يمكنهن الحصول عليها أم لا؟ والجدير بالذكر أن هذه المنحة تقدم للسيدة الجالسة في المنزل فقط، والدليل على ذلك أن من ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم هي ورقة تفيد بأنها لا تعمل، بحيث تنزل لها هذه المنحة في موعدها، حيث قيمتها 800 دينار ضمن منحة البطالة. هل المنحة تقدم لمن هم بسن أعلى من 40 سنة؟ إذن هل يمكن التسجيل عليها إن كان السن أعلى من 40 سنة أم لا؟ ولكن غير مسموح للأسف بالتسجيل لمن هم في سن أعلى من 40 سنة، حيث المنحة تقدم للسيدة في عمر 19 وحتى عمر 40، ولا يقل السن عن هذا ولا يزيد. وبمجرد التسجيل في البداية وتقديم السن لن يتم استكمال طلب التسجيل وقبوله من الأساس. تعد الجمهورية الجزائرية من أبرز الدول العربية رعاية لمواطنيها بكافة مستوياتهم واحتياجاتهم، ومساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المواطنين البسيطين في الجزائر. ومن أهم برامج الدعم المالي التي دشنتها الحكومة الجزائرية هي منحة المرأة الماكثة في البيت، التي يتم تقديم منحة مالية لهن لمساعدتهن على رابط منصة الوكالة الوطنية للتشغيل anam.dz للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت. إذن تقوم هذه المنحة بمساندة الأسر وتعزيز الحالة الاجتماعية لهم، وتختص هذه المنحة بالنساء الجزائريات ولمدة تصل إلى 3 أشهر مستمرة، على أن تتوافر الشروط في هذه المرأة المستمرة بالبيت. وبالنسبة إلى موقع التقديم فيتم التقديم من خلال التوجه إلى موقع الوكالة الوطنية وللتفعيل على الإنترنت. وتصل المنحة للسيدة الجزائرية في مكانها مهما بلغ. وقد تداول أخبار ليس لها أساس من الصحة عن وصول هذه المنحة إلى مبلغ 8000 دينار جزائري، يعني 8 ملايين، ولكن حقيقة 8000 دينار جزائري يعني 800,000، ولكن حقيقة هذا الأمر أنه مجهول المصدر، ولم يتم الإعلان عن هذا الموضوع من أي جهة رسمية.